لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت من حكاية تشانج الامبراطور الشيطاني روح شوفها الاول، واما بقى ده يا صديقي فهو الجزء الثاني من الحكاية. بس وفي البداية قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتسيب اللايك الرايق بتاعك، ويلا بينا نكمل الحكاية. كنا شفنا بطلنا اخر حاجة لما كان رايح لجبل ملك الوحش علشان يزود من قوته ويتدرب هناك، واول ما بيوصل هناك بيتفاجئ ان ناس كتيرة جدا موجودة في المكان، وكمان بيشوف جثتين ميتين بشكل مخيف ومرعب. بيفكر مع نفسه وقتها وبيقول يا ترى انا خبير دخل لجبل ملك الوحوش. بيكون خايف جدا وقتها وبيقول ان هو لازم ياخد باله كويس قوي علشان ما يتصادمش مع ملك القتلى. وساعتها في نفس الوقت بيلاحظ ان في خاتم تخزين متوسط مع واحده من الجثث اللي ميته، وبنعرف ان خاتم التخزين ده بيتصنف 3 تصنيفات حسب الحجم والمساحه الداخليه بتاعته، والثلاث تصنيفات دول هم درجه قليله ودرجه متوسطه ودرجه عليا. تشانجي بيكون متفاجئ بقى لما بيعرف ان الخاتم اللي هو شافه ده من الدرجه المتوسطه، ومش بس كده ده بيكون كمان مليان بالكريستالات والمجوهرات الوحشيه الروحيه. وبيفرح كمان لانه ما كانش متوقع ان هو ياخد حاجه زي دي ولا يلقاها بالصدفه. ولكن فجاه بيظهر واحد لابس بدله مدرعه وبيهدده ان هو يسلم كل الحاجات اللي موجوده معاه في اسرع وقت ممكن، لان لو تردد وما سلمهاش ذكرى وفاته هتكون في نفس اليوم ده في السنه اللي جايه. بيتفاجئ بطلنا وقتها لما بيعرف ان الولد ده كان واحد من العشائر الاربعه الرئيسيه، لا وكمان معاه اسلحه روحيه عاليه المستوى وبتكون قويه جدا. الولد مره تانية بيكرر كلامه وبيامره ان هو يسلمه الخاتم والا هيقطع جسمه حتت صغيره. وبعدها لما بيلاقي بطلنا متنح قدامه ومش عايز يسلمه له بيخرج قوه رهيبه جدا من جسمه. واول ما عمل كده بطلنا تشانجي بيحس بضغط شديد جدا في المكان، وبيدرك وقتها ان الولد ده قوي وقوته لا تقهر. وبالرغم من قوه الولد ده واللي هو مدركها، ولكن بيحاول ان هو يهجم عليه بسرعه قبل ما يتصاب بشده. ولكن الولد بيجمع كل قوته في هذه اللحظه وكمان وبيهجم عليه بهجوم ناري قوي جدا وضخم. ومن شده الهجوم اللي هو عامله بيتصاب بطلنا وقتها. بيكون متضايق بطلنا تشانجي ساعتها لانه قلل الدفاع بتاعه علشان كده اتصاب بالشكل المرعب ده. وفي نفس الوقت الولد بيتفاجئ جدا ان بطلنا تشانجي قدر ان هو يتصدى الهجوم بتاعه ده ويستحمله وهو في المستوى الرابع من عالم زراعه الروح مش اكتر. بيقوم بطلنا تشانجي مره تانية من على الارض وهو متضايق جدا وبيبص له بقرف وبيقول له من الواضح كده ان انت بتحاول تستغل مستوى الزراعه العالي بتاعك وبتقتل الناس وبتستقوى عليهم. وبيجمع كل قوته وبيقف بكل ثقه وبيقول له عايزك توريني كل حاجه عندك علشان هتندم بعدين لو انا دوست على وشك وقتلتك. فبيتعصب الولد جدا منه وقتها وبيجمع كل طاقته وبيهجم عليه بتقنيه سكين الدم. وفي نفس اللحظه بيستخدم بطلنا تشانج تناسخ الدم والقمر وبيقدر ان هو يحطم الهجوم القوي بتاعه. الولد بيستغرب جدا اول ما بيشوف اللي حصل ده وما بيكونش مصدق نفسه اصلا، وبيشك وقتها في قوه بطلنا ان هو خفيها وبيتدرب كمان على ايد واحد من كبار المقاتلين. مش مصدق لحد هذه اللحظه اللي بيحصل وبيتكلم مع نفسه. اما بقى عم بطلنا بيبص له وبيضحك وبيقول له عايزك تكون فاكر بس ان انا حذرتك وقلت لك لازم تستخدم كل قوتك قدامي علشان ما تجيش تندم بعدها. الولد بعدها بيتضايق جدا من كلامه وبيقرر ان هو يهجم عليه بكل قوته بالفعل زي ما هو قال له. بيحاول بطلنا تشانج ان هو يتفادى القوه بتاعته في اسرع وقت ممكن، ولكن بيستوعب ان الطاقه الروحيه بتاعته دي سامه جدا. الولد وقتها لما بيعرف ان هو خايف من الهجوم بتاعه بيحس بالغرور وبيقول له المفروض ان انت تكون فخور جدا ان انت هتموت على ايدي زي الكلب. ولكن في نفس اللحظه بطلنا بيغفله وبيهجم عليه بكل قوته وبيقدر ان هو يصيبه بشده. هجومه كان قوي جدا لدرجه ان هو طيره مسافه بعيده جدا وفي النهايه خلاص انهى حياته. بيتكلم بطلنا تشانج بعد كده وهو بيبص للولد اللي مرمى على الارض وبيقول سم الزمرد ده مش عادي ابدا، ولحسن الحظ ان هو استخدم قانون تقمص الشمس والقمر والا كان هيموت بشكل مأساوي في الجبل ده. وفي نفس اللحظه اللي كان واقف بيتكلم فيها مع نفسه وبيكون حاسس ان في حاجه غلط بتحصل في هذه الاثناء وعايز يرجع فورا للمعبد. واثناء ما كان ماشي بيشوف جثث الخبراء الميتين في كل مكان حواليه وبيلاحظ ان هم من عائله جون. جثثهم كتيره جدا وده بيخليه يشك ان في حاجه مش طبيعيه ابدا في المكان ده. ولكن تشانج مش بيهتم وبيبقى عايز يكمل في البحث عن الحاجات اللي هو جاي علشانها. وبيقول بصوت عالي ان الناس اللي في العائله دول معاهم كنوز كتيره جدا وده هتكون فرصه ان هو يبقى غني. بس مفيش حد بيظهر او بيتحرك رغم اللي هو قاله. فبيقول تشانج من الواضح كده ان السيد اللي قتلهم مش مهتم بالفلوس. وبيدرك برضه في هذه اللحظه ان ممكن الراجل ده يكون جاي لحد هنا علشان نمر الشعله، وبنعرف ان النمر ده هو اللي جاي لحد هنا علشانه هو مهم جدا بالنسبه له. وعلشان كده بيقرر ان هو مش هينفع يخليه يضيع ابدا من ايده ولازم يدور عليه. بيشجع نفسه بعد كده وبيقول بالرغم ان العدو قوي جدا ولكن ما ينفعش ان انا اكون خايف ابدا. وبيكمل رحلته بعد كده في الجبل علشان يدور على اللي هو جاي علشانه. ولكن فجأة بيحس ان في حد واقف في الطريق بتاعه، وبالفعل بيشوف اتنين واقفين بيتكلموا مع بعض وهم تانج وشونج. بنشوف تانج وقتها لما بيتكلم مع الولد اللي واقف معاه وبيعرفه ان هو المفروض عبقري عائلة جون وكمان طالب في العشيرة الداخلية للأكاديمية ومستوى زراعته في المستوى
المستوى التاسع. وبالرغم من الحاجات القويه جدا اللي عنده دي، ولكن هو ما عندوش الشجاعه علشان يقاتل اي حد في النهايه. تشانج بيكون واقف بيسمع الكلام ده، واول ما بيعرف ان الولد تانج ده هو اللي الناس بتتكلم عنه يعتبر واحد من الابطال الخمسه الاكثر رعبا في المدينه، ده هو يعتبر قوي جدا بين اسياد مدينه الغروب، والناس كلها بتحلف بقوته. وبنعرف ان الخمس ابطال اللي هو بيتكلم عنهم دول خبراء كلهم في عالم الروح، قوتهم بتكون مهوله لدرجه ان اي حد فيهم يقدر يدمر مدينه كامله بحركه بس منه. وبنعرف كمان ان في قاره الروح بينقسم تدريب المحاربين لنوعين، والنوع الاول منهم بيكون الممارسه الروحيه، وده عن طريق تنفس الشخص، وبعدها بيقدر ان هو يمتص هاله السماء والارض. اما بقى التاني هو تعزيز الجسد عن طريق زراعه العضلات والدم في عالم بقايا السماء والارض، وبعدها بيتحدوا مع السماء والارض علشان يكتسبوا قوه جسديه ممكن تحطم السماوات بقبضه ايدهم. بيتكلم تشانج بعد كده مع نفسه وبيقول له عارف يقرر حبه تشانج هيكون عنده فرصه ان هو يطور جسمه الاساسي، وكمان الولد لين لو قال ان هو عايز يقاتله وقتها الوضع مش هيكون سهل ابدا عليه. بنرجع مره تانية عند جونج اللي بيتعصب جدا من استفزاز تانج، وبيقول له ان هو بيهين كده عائله جون بشده وبيعمل معاهم مشاكل علشان نمر الشعله بس. وبيساله بعدها وبيقول له يا ترى انت مش خايف من الرئيس بتاع العائله ان هو ينتقم منك لما يعرف اللي انت بتعمله ولا ايه؟ بيرد تانج بكل ثقه بعدها وبيقول له حتى لو جون تيان مشهور زيي، ولكن انا شايف ان هو متمرد وبيعتمد على عائلته المستبده، ولو اتجرأ ان هو يقاتلني فالمحاربين الخمسه هيكونوا 4 بس، لان انا هخلص عليه واموته. وبعدها بيقول له طالما هو كماما كده ومش قادر ان هو يقاتله فالافضل ان هو يسلمه روح نمر الشعله، ووقتها ممكن يخفي لو هو عايز. بيقف شوانج بعد كده يفكر مع نفسه وبيقول ان تانج ده سيد في القتال، ولما يقاتل حد اقل منه في المستوى هيكون سهل جدا بالنسبه له ان هو يخلص عليه زي الاكل والشرب كده. واما هو بقى فقوته زي الزفت دلوقتي ومش هيقدر ان هو يتقاتل معاه ولا يبقى خصم ليه تماما. بيفضل يزعق وبيلوم نفسه ان هو اتسرع في هذه اللحظه وبكده حياته هتنتهي بسبب تسرعه ده، بس بيقرر بعدها ان هو يخرج الروح علشان يسلمها. فبيتفاجئ تشانج اول لما بيشوفها وبيقرر ان هو لازم يروح عندهم علشان ياخدها منهم ويموتهم. وعلى الرغم من ان تانج اول ما بيشوفه بيتفاجئ جدا ان لسه في حد في المكان اصلا عايش، وكمان اظهر نفسه ما بيكونش خايف، ولكنه بيستوعب في هذه اللحظه ان بطلنا تشانج قوي وقوته اكبر من شونج اللي واقف قدامه. وبيسال بطلنا بيقول له يا ترى انت موجود هنا ليه علشان روح النمر ولا انت عايز انت كمان؟ هو بيكون بيهزر، ولكن بطلنا بيرد عليه بصدمه وبيقول له ايوه بالظبط كده، بصراحه انا جاي هنا علشان روح النمر. تانج بعدها بيبدا يمدح في قوه بطلنا وبيقول له ما كانش متوقع ان هو يقابل شبل صغير كده في المدينه. بطلنا تشانج بيشكره بعدها، ولكن بيقول له ده ما يمنعش ان انا لازم اخد روح النمر لانها مهمه جدا بالنسبه لي، فهم لازم دلوقتي يدوروا على طريقه علشان يحلوا بها الموضوع دي، وبطلنا ياخد روح النمر ليه. تانج بيضحك في هذه الاثناء وبيرد عليه وبيقول له ان روح النمر ده قيمه جدا، وهو قتل خبراء كتير جدا من عائله جون علشانها، فللاسف مش هيقدر ان هو يسلمها له، لكنه ممكن يديها له لو اتحمل ضربتين بس منه. بيكون بيستهزأ ببطلنا، ولكن الغريب بقى ان بطلنا تشانج بيوافق على العرض بتاعه وبيقول له انا مستعد يا باشا اعمل كده. وبيتحرك تانج بالفعل للهجوم عليه، ولكن بطلنا تشانج بيستخدم السيف بتاعه بيقدر ان هو يتصدى الهجوم من غير اي اصابات ما تحصل له. تانج اول ما بيشوف اللي حصل ده بيتفاجئ جدا من قوته الغير متوقعه، وبيقول له ان هو بالشكل ده يستحق يبقى خصمه، وبيروح يهجم عليه مره تانية بكل قوته، بس المره دي بيهجم عليه بسيف اقوى 10 مرات من السيف اللي كان بيستخدمه في الهجوم عليه قبلها. وبالرغم من قوه الهجوم والسيف اللي موجود معاه، ولكن بطلنا تشانج بيكون مسندل لسه وبيقدر ان هو يتصدى الهجوم بتاعه، وبكده بطلنا يكون تصدى الضربتين اللي هو وعده بيهم. وبيلتزم تانج بالفعل بكلامه وبيتخلى عن روح النمر، بس بيقول له ان المعركه النهارده ما كانتش متوقعه ابدا لانه ما استخدمش قوته بالكامل، وبيوعده ان هو هيقابله في مره تانية ويكون مزود قوته ومستعد تماما، وساعتها هيقاتله مره كمان. وبعد ما اتهزم من بطلنا بيكون محبط جدا وبيسيبه وبيمشي بعدها. بطلنا بيكون متفاجئ لحد هذه اللحظه اصلا من القوه اللي هو عاملها، وبيتكلم مع نفسه وبيقول الولد تانج ما استخدمش ربع قوته حتى، وكويس قوي ان هو ما قدرش ان هو يستخدمها، لان لو كان استخدم قوته كلها انا ما كنتش هقدر ان انا اتصدى ضربه واحده بس منه ولا حتى ربع ضربه، وكان زماني ميت دلوقتي. اما بقى عن الولد شوانج بيكون واقف يترقب اللي بيحصل ده، وبيكون مصدوم على الاخر ومش مصدق، واللي بيكون صدمه اكتر واكتر ان الولد تانج مشي من غير ما يعمل اي حاجه لبطلنا تشانج، وده معناه حاجه واحده ان بطلنا تشانج بيقدر يتنافس مع خبراء عالم الروح بكل سهوله. وبيقول كمان لنفسه ان هو طول السنين اللي فاتت دي ما شافش ولا بطل عبقري كده بنفس قوته، ده حتى المحاربين الخمسه ما يجوش اي حاجه جنبه، وعلشان كده بيسلموا روح النمر وبيعترف بقوته. وبس لحد هنا يا اساطير تكون حلقه النهارده خلاص خلصت. تفتكروا بقى ايه هي تاثير قوه روح النمر دي على بطلنا؟ وهل تفتكروا قوه بطلنا تشانج هتتعرف في المدينه كلها بعد اللي هو عامله وهيعرفوا العيله بتاعته في النهايه، ولا هيقدر ان هو يستخدم ذكائه ويخفي قوته اكتر واكتر
عن الناس. احداث اسطوريه مشوقه هنشوفها مع بعض الحلقات اللي جايه يا اساطير. وفي النهايه حابب اقول لك يا اسطوره، لو عجبك الملخص الجامد ده انزل اعمل لايك وكومنت حلو زيك كده وسبسكرايب في القناه عشان تتابع معانا الاجزاء اللي جايه. وبس كده، صلوا على النبي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.